لو رجعنا بالزمن لسنة 2005 وكنت عايز تعمل محتوى، كان لازم حضرتك تجيب كاميرا غالية ولابتوب غالي، تتعلم برنامج ادوبي بريمير عشان في الاخر تعمل لك فيديو مدته دقيقة او دقيقتين. بعد 5 سنين في 2010 الموضوع انتشر جدا والناس بدأت تجرب. في 2015 انستجرام ما بقاش للصور بس، كمان بقى فيه فيديوهات. وتيجي سنة 2018 والتيك توك يظهر واللعبة هنا اتغيرت تماما. طبعا ما ننساش 2020 ودخول الكورونا والناس كلها اتحولت ساعتها لصناع محتوى، وحصل شيفت ضخم في طريقة تقديم المعلومة وكمان طول الفيديو، عدد الثواني والكواليتي، وبقينا نستهلك المحتوى بشكل مختلف، وانتشرت مصطلحات جديده زي الهوكس والستوري تيلينج ومصطلحات تانية كتير جدا. اما بقى النهارده في 2025 الموضوع بقى اسرع وابسط واذكى، مش بس كده، بقى عندك ادوات كتيره قوي تساعدك في كل حاجه. لو في سنه في اخر 20 سنه اللي فاتوا قررت فيها تصنع محتوى، فسنه 2025 هي افضل سنه تعمل فيها كده. وانا في الحلقه دي جاي اقول لك ليه، لان احنا حاليا في توقيت حط فيهم 3 عوامل عمرهم ما كانوا مع بعض قبل كده. اول حاجه الجمهور نفسه بقى مستهلك المحتوى بطريقه مختلفه. ثاني حاجه الالجوريزم بقت مصممه ان هي ترفع الفيديو اللي شكله حلو مش الشخص اللي عنده فولورز. ثالث حاجه ادوات الذكاء الاصطناعي فتحت اللعبه للناس اللي ما عندهاش امكانيات. ده لوحده بيحطك في اكبر سوق للمحتوى في تاريخ الانترنت. طب ليه برضه 2025 تحديدا؟ احنا بنعيش في حاله اسمها اتنشن ايكونومي. ده مصطلح اقتصادي ظهر اول مره في اواخر التسعينات. فكرته ببساطه ان وقتك وتركيزك كمستخدم على الانترنت هو اغلى سلعه دلوقتي. يعني حاليا المشاهدات مش مهمه، المهم مين قدرت تاخد انتباهه لاطول وقت ممكن. يعني من الاخر النهارده مش لازم تبقى انت عندك لايف ستايل او شخص غني عشان تبدا محتوى. المنافسه دلوقتي بقت على مين يقدر ياخد منك وقت اطول. والكلام ده انا مش بقوله خلاص، الكلام ده مثبت بدراسات. منها تقرير من مايكروسوفت بيقول ان متوسط تركيز الانسان العادي دلوقتي بقى حوالي 8 ثواني. يعني حضرتك تركيزك بقى اقل من تركيز السمكه اللي هو 9 ثواني اصلا. والكلام ده ليه؟ لان كميه المعلومات اللي انت بتتعرض لها كشخص يوميا اكتر من 6000 بوست او اعلان او فيديو. يعني بتخلي دماغك منتلي اوفرلودد، وده بيخليك تدور بشكل لا واعي على اكتر محتوى يشدك بسرعه اقل عدد من الثواني. 2025 بقى هي اكتر سنه فيها كميه كبيره من المحتوى مع وجود الذكاء الاصطناعي والنشاطات الكبيره جدا اللي بتعملها الالجوريزم في المنصات. بس السؤال هنا بقى، ليه الالجوريزم دلوقتي اختلفت عن زمان؟ الخوارزميات تحولت دلوقتي لنظام بيرفورمانس بيست. زمان الالجوريزم كانت بتعتمد على المشتركين، انت شخص عندك فولورز اكتر، سبسكرايبرز اكتر، هنبش لك الفيديو بتاعك. اما دلوقتي احنا شغالين بالاي اي، الالجوريزم حرفيا مش عارف انت مين. نزل فيديو الالجوريزم بتشوف الفيديو ده هيشد مين، تبدا تعرضه على مجموعه صغيره من الناس، ولو المجموعه دي عملت تفاعل في الواتش تايم والريتنشن ريت وكمان الانجيجمنت ريت، الالجوريزم تبدا توسع الدايره اللي تنشر فيها الفيديو بتاعك. يعني ايه؟ يعني كل فيديو بيظهر لك هو ظهر بناء على سلوكك اللي انت عملته لما ظهر لك فيديوهات قبل كده. طب اصلا الخوارزميات دي ازاي بتقيم الفيديو؟ اول حاجه عندنا الاي في دي، الافريج فيو ديوريشن، ومعناها متوسط مده مشاهده الفيديو. لو الناس بتشوف اول 30% من الفيديو بتاعك بس، يبقى للاسف الفيديو بتاعك مش هيتشاف، وهتلاقي معدل هبوط كبير جدا في المشاهدات. ولكن النسبه المتوسطه اللي المفروض تكون عليها الفيديو بتاعك هو 70 ل 80%. معنى كده ان الفيديو الالجوريزم هتزق الفيديو بتاعك الى حد كبير ان هو يتشاف لجمهور اكتر. تاني حاجه لازم تبقى عارفها هي الريتنشن ريت، وده نسبه الناس اللي بتكمل الفيديو لنهايته. وكمان لازم تبقى عارف مصطلح الانجيجمنت ريت اللي هو عباره عن اللايك والشير والكومنت. وكل تفاعل طبعا من الناس اللي بتتفرج على الفيديو بيزود فرصه ان الفيديو ده يفايرل. كمان من ضمن الحاجات اللي بتقيسها الالجوريزم حاجه اسمها الفيلوسيتي، هو معدل التفاعل في اول 30 دقيقه من نزول الفيديو. لو الناس بدات تتفاعل بسرعه ده هيعمل بوش اكتر للفيديو، وللاسف لو مفيش تفاعل الالجوريزم تلقائيا بتحط الفيديو بتاعك في حاجه اسمها الكولد ريتش. اخر حاجه مهمه جدا تعرفها هي الاي اي فيدباك لوبس. الالجوريزم دلوقتي ما بقتش تقيس بس الارقام، دي بقت بتدرس المشاهدين. يعني مثلا لو في 100 شخص شاف الفيديو 5 بس هم اللي عملوا لايك، الالجوريزم بتفترض ان الفيديو ده مش حلو لقله التفاعل مقارنه بالمشاهدات. لكن لو في 100 شخص شاف الفيديو فيه 40 واحد او 30 واحد عمل لايك او اي انجيجمنت على الفيديو، فالالجوريزم بتعيد ترتيب الفيديو ده في الفيد بتاع الابلكيشن، وتبدا بقى تعرضه لناس شبيهه للي اتفاعلوا معاك، وده اسمه الفيدباك لوب. ده اللي بيخلي الفيديو يبقى فايرال او لا، وده اللي بيخلي كتير مننا يشوف ناس لسه بادئه في صناعه المحتوى عندها يا دوبك 1000 سبسكرايبر ومشاهدات الفيديوهات بتاعتها بتعدي الملايين. وده ان دل على شيء، دل ان الحاجز بتاع زمان، فكره ان انا ما عنديش جمهور، بقى ملوش اي قيمه دلوقتي في سنه 2025، لان دلوقتي المنصات بقت اكثر انصافا للناس الجدد اللي بتبدا في السوشيال ميديا. طب سؤال كمان مهم، هي دماغ الجمهور بتفكر ازاي؟ هنا بقى نخش في الجزء الاخطر. الجمهور النهارده بيستهلك المحتوى بطريقه مختلفه جدا عن 5 سنين اللي فاتوا. ليه بقى؟ بسبب 3 حاجات مهمين. اول حاجه سهوله الادراك، عقلك البشري بقى يفضل المعلومه السهله اللي من الاخر بتاخد وقت قليل في معالجتها وبتريحه. يعني الفيديو بتاعك لو معقد وبياخد وقت طويل عشان توصل البوينت اللي انت عايزها للمشاهد، غالبا دماغ المشاهد ده هتعمل له سكيب. عشان كده كل البلاتفورم بتكافئ الفيديوهات اللي فيها ال3 حاجات اللي جايين دول. اول حاجه ان اول 3 ثواني توضح انت هتقول ايه في الفيديو بتاعك واللي بنسميه الهوك. تاني حاجه تكون بدايه الفيديو ما فيهاش اي تعقيد. تالت حاجه تكون شكله بسيط وواضح. تاني حاجه بتفكر فيها الجمهور هو الاوبن لوبس، وده مفهوم نفسي وخدعه قديمه قوي. هديك مثال بسيط، لو قلت لك ان في الفيديو ده هقول لك على 3 اسرار لموضوع معين
تلقائيا، واخر واحده هي اهم واحده. عقلك تلقائيا بيفتح حاجه اسمها الكوجنيتيف لوب، وده تساؤل ذهني محتاج مخك ان هو يقفله. هيبقى عندك احساس جامد ان انت لو سبت الفيديو ان في حاجه هتفوتك. الالجوريزم بقى بتحب الفيديوهات اللي بتعرف تعمل ده عشان تضمن ان المشاهد هيكمل اكتر وقت ممكن. ثالث واخطر حاجه بقى هي الدوبامين تريجر. المخ البشري عموما لما بيتعرض لحاجه فيها معلومه غريبه او صدمه، قصه مثلا فيها اي مشاكل او كونفليكتس كتيره، بيفرز ماده اسمها الدوبامين، وده اللي بيخلي المشاهد يعيد الفيديو ويعمل له لايك ويعمل له شير ويكتب كمان كومنت. عشان كده اي فيديو بقى فيه حاجات مش منطقيه بتجيب ارقام كبيره. نيجي بقى لادوات الذكاء الاصطناعي اللي اتطورت جدا جدا دلوقتي. 3 إلى 5 سنين كنت عشان تعمل فيديو كويس محتاج فكره، محتاج سكريبت، محتاج كاميرا، اضاءه ومونتاج. دلوقتي بقى الاي اي تولز زي كانفا، زي شات جي بي تي، زي ديب سيك، زي ران واي، خلت الحكايه كلها بقت في ايدك وتقدر تبقى وان مان كرو. دلوقتي بقى الادوات دي تعرف تكتب سكريبت وتصور وتمنتج وتبلش حتى بالموبايل بتاعك، وده معناه ان برضه في سنه 2025 هي فرصه كبيره اي حد يقدر يخش مجال صناعه المحتوى بنفس فرصه الناس الكبيره اللي بقى لها سنين في الاندستري دي. الجمهور دلوقتي نفسه بقى اهتماماته مختلف، ما بقاش يحب يشوف الممثلين هم اللي يعرضوا عن المنتجات او حاجه زي كده، يحبوا يشوفوا الناس اللي زيهم هم اللي بيتكلموا عن المنتجات والخدمات اللي هم عايزينها. الجمهور عايز يشوف حد شبهه بيحكي نفس القصه بتاعته، بيعيش نفس ظروف، حتى عنده نفس المشاكل الحياتيه اللي هو بيقضيها. المحتوى البسيط دلوقتي بقى اكتر فايراليتي عن المحتوى اللي فيه انتاجيه بشكل كبير، لان هو اقرب بكتير قوي للجمهور. وده مش كلام، ده كلام متقرير شركه هاب سبوت اللي قالت 74% من مستخدمين السوشيال ميديا بيفضلوا يتابعوا صانعي المحتوى مش مشاهير، بس عشان بيحسوا ان هم ناس حقيقيين. وخد بالك انا مش بتكلم على اللونج فورمات فيديوز، انا بتكلم على الشورتس، الفيديوهات القصيره، لان هي حاليا اللي واخده الساحه، زي تيك توك ويوتيوب شورتس وانستجرام ريلز. دول بياخدوا تقريبا 60% من وقت المشاهده اليومي لمستخدمين السوشيال ميديا. يعني شورت فيديو معمول صح عنده فرصه ان هو يوصل لاضعاف الجمهور اكتر من شكل اليوتيوب القديم. عشان كده 2025 ممكن تكون سنه التحول بالنسبه لك لو بدات صناعه المحتوى. الاتنشن بقت سلعه، الالجوريزم بقت في صالحك، الجمهور بقى اذكى، وكل ادوات الذكاء الاصطناعي بقت في ايدك. فيلا بقى ابدا دلوقتي. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبك واستفدت. نستنوا فيديوهات جامده جدا جايه الفتره الجايه، وتنساش اللايك والسبسكرايب. اشوفك الفيديو الجاي، وعاش.